للصمت انه شراء من الفاعلين غير الشرعيين في المشهد العام من اجل تحقيق قدر من الاستقرار المؤقت. نقطة نشاهد عليها، وأنا هنا شاهد ولست حادث يعني مع التاريخ. الدكتور قال أن سياسة الدعم كانت في النظام السابق لشراء الولاءات، وأنا أشهد ومعي حولي أساتذة كانوا يعيشون في الدولة الخلفية أن سياسة الدعم كانت قلقة جدا في النظام السابق، كانوا يتعاملون معها على أساس أنها واقع سيء يجب تجاوزه، حتى أنه عندما يبلغ الدعم رقم معين يتم استنفار كل مؤسسات الدوله والسياسه لمحاربه ولمواجهه هذا الدعم باعتبار ان هذا الدعم نقيصا، وبالتالي الدعم لم يكن انذاك وسيله من وسائل شراء السياسه لكن لشراء الولاءات، لكنه كان وسيله ربما ضروريه لتغطيه الفرق بين الدخول الحقيقيه للمواطن والدخول الاجمالي. ولهذا انشئ صندوق موازنه الاسعار الان وربط في مجلس سنه 2007 تمويلا على مؤسسه السلع التمويليه كي يستغنى عن سياسه الدعم السلع للاسعار باستغناء مؤقتا في دفع الفرق بين تكلفه السلعه استيرادها وتكلفه او سعر بيعها للمواطن، واقتصر على مجموعه سلع. وكان الدعم اعتقد الدكتور طاهر هذا من الدكتور عبد الحميد والدكتور الاستاذ فرحات هم خبراء وشركاء لا يتجاوز 800 مليون دينار الى مليار دينار، وليس كما بلغه في بعض فبراير الى حوالي 20 مليار، طبعا قبل المجلس الرئاسي يعني، بس هذه الحقيقه الاقتصاديه العامه اللي نحن عشناها كلها. الصندوق اللي بالاستثمار التنميه اللي اشار لها السيد الشطاوي صحيح لم يكن، لكنه لم يكن من مصالح بورتر، انا اتكلم كشاهد، لم يكن له علاقه ببورتر. صاحب المشروع فكره التاسيس الموجود بيننا وانا شاهد عليها انذاك هو الاستاذ فرحات هذه حقيقه يعني. ولهذا معقول اللي فيه زي ما ذكر قادر على انتاج الكثير من الحلول. كلمه اخيره للدكتور السيد الشطاوي فعلا تحدث عن قانون